السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. النهاردة بقى فيديو ولا أروع، بجد فيديو هايل جدا. الفيديو ده إهداء لعائلة بابا ميلاد. كل سنة وإنتم طيبين. أم جرجس وجرجس ومادونا ومريم وماري مارتن، كل حبايبي، كل سنة وإنتم طيبين إخواتي الأقباط جميعا، وأتمنى يا رب ليكم السعادة ودوام الصحة والعافية. النهاردة هقدم لكم الفيديو ده، فيديو بسيط جدا وسهل، شجرة الكريسماس. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية وتالتة. هيكون فيديو خفيف جدا، أتمنى يا رب ينال إعجابكم. تعالوا معايا نشوف المكونات. وقبل ما أبدأ بقى وصفتي، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة لكيس عادي من أكياس التلاجة، وتقدروا تستخدموا ورق الزبدة، بس ده بديل لورق الزبدة. وكمان شوية كده من الباتون ساليه، بيتباع في أي فرنة أو أي مكان بيبيع المخبوزات، هتلاقوا الباتون ساليه الصغير ده، اللي هو بيكون بدون الشمر والحاجات اللي بتبقى جواه، وكمون، لأنه طبعا هنستخدمه في الحلويات. ورصيت الباتون ساليه كده متباعد عشان أقدر أرسم الشجرة بتاعتي. واحتجت 50 جرام من الشوكولاتة البيضة، وطبعا هنا أنا سيحتها على حمام مائي، تقدري تحطيها في الميكروويف 30 ثانية، هتبدأ إن هي تكون معاكي سهلة التشكيل. وعملت خطوط زجزاج من خطوط عريضة أو واسعة في القاعدة لحد فوق في الأعلى القمة، عشان أعمل شكل شجرة الكريسماس دي. بكل سهولة اتشكلت. قبل ما تبدأ إن هي تمسك في بعضها، حطيت شوية من الشوكولاتة الفورماسي علشان تبدأ بقى إن هي تعمل كده الزينة بتاعة شجرة الكريسماس. الشوكولاتة دي موجودة في أي محل بيع مستلزمات الحلواني أو الحلويات. وبدأت إن أنا أظبط كده الشجرة بتاعتي علشان أخلي القاعدة بتاعتها عريضة زي ما اتفقنا. وآدي الشجرة التانية، هعمل زجزاج على الباتون ساليه وأطلع كده بيها، حتى لو اتحركت حاولي إن انتي تمركزيها صح. وبعد كده نثبتها بالشوكولا. كده كده احنا طبعا في الشتاء، فهتلاقوها بتمسك معاكم بسرعة جدا. طبعا لو في الصيف هنضطر ان احنا نحط الحاجات دي على صينية عشان نقدر ندخلها التلاجة 10 دقايق تمسك. ادي بقى ده اللؤلؤ السكاكر، برضو موجود في محل بيع مستلزمات الحلويات، هتلاقوها موجودة في كل حتة. وكمان بقى شوية فورماسي كده اللي هي ألوان، تقدروا تستخدموا الشوكولا فورماسي دارك أو الوايت عادي. وادي كمان 50 جرام من الشوكولاتة الدارك، نفس الموضوع، حطيتها في كيس حلواني وقصيته من فوق، وبدأت عملت الزجزاج زي ما شفناه، وعليه شوية سكاكر برونزي ذهبي. تقدروا بقى تجيبوا شوية كده من أدوات التزيين أو خامات التزيين عفوا، هتلاقوها موجودة بجد وسهلة وبسيطة، تقدروا تعملوا شجرة الكريسماس. هنا أنا حطيت السكاكر الذهبي وعليها لؤلؤ ذهبي كمان، وشوية من اللؤلؤ برضو هنحطه على الشجرة التانية اللي فيها سكاكر بينك. بجد تقدروا ان انتوا تشكلوا زي ما انتوا عايزين، وما تجيبوش كميات كبيرة، بالعكس يعني 50 جرام من كل حاجة أو 20 جرام من السكاكر هيكفي جدا. كل اللي أنا بشتغل بيه ده 50 جرام شوكولا دارك، وكمان 50 جرام شوكولا وايت اللي هي البيضة. هتلاقوها سهلة وبسيطة. بصوا ازاي التشكيل والتزيين منتهى السهولة، يعني حاجة كده بسيطة جدا عملنا العظمة بتاعة الكريسماس دي. ودي بقى نجمة من النجوم اللي عملناها في الفيديو اللي قبل كده، برضو معمولة في البيت وسهلة وبسيطة. شفتوا ازاي نفعتني في التزيين، جد حلوة جدا. قبل ما أشيل بقى الكلام ده ودخله على التلاجة، هي مسكت زي ما قلتلكوا احنا في الشتاء، فبدأت تمسك بسرعة جدا وطالعة بكل سهولة من على الكيس بتاع التلاجة. يعني محتاجتش أي حاجة، ولا حطيت مادة دهنية ولا أي حاجة. تعالوا بقى نبدأ نرص الشجر بتاعي في سيرفيس التقديم. تقدروا تقدموها كده، أو زي ما اتفقنا تقدروا تزينوا بيها أي وصفات خاصة بالكريسماس، أو كمان الحلويات والجاتوهات تقدروا تعملوا بيها أي عظمة تحبوها. بجد وصفة سهلة وبسيطة، وحاجات كلها موجودة،
ومش غالية تماما، تقدروا تعملوا الوصفة البسيطة دي. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو في أي وصفة حابين تعرفوها ابعتولي على تعليقات اليوتيوب وحرد عليكم بفيديو للوصفة. وكل سنة وإنتم طيبين وإخواتنا الأقباط بخير وصحة وسعادة. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's Kitchen. بالهنا والشفا، باي باي.